السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدمبل الفك وتركيب اختيارات كتير جدا، عشان كده عملنا لكم الفيديو ده علشان نساعدك ازاي تقدر توصل لانسب خامة وانسب هاند بار تقدر تتمرن بيه في المنزل وتوفر الاسعار المرتفعة بتاعة الدمبل الثابت اللي بتوصل لالاف الجنيهات. طيب الدمبل الفك وتركيب بتنزل بخامات مختلفة عشان نلم الموضوع كده في دماغنا. اول خامة اللي هي البلاستيك اسمنت، ودي اكثرهم اقتصادية او احسنهم في السعر. تاني خامة بتبقى الحديد الماكسي بي في سي او الماكسي رابر او الماكسي بي في سي سواء الاولمبي او العادي. تالت حاجة وهو النيكل او الحديد 100% من غير ما ياخد اي غطاء، وده اعلى حاجة فيهم. خلينا نبدأ مع بعض سريعا ونلخص الموضوع. الدمبل الفك وتركيب البلاستيك اسمنت مشكلتها الوحيدة ان حجمها بيبقى كبير، يعني الدمبل دي 15 كيلو. طيب انا وانا ماسكها في ايدي هي تقريبا معدية الريست بتاع ايدي بالمنظر ده. طيب لو انا النهارده جبت الدمبل الفك وتركيب البلاستيك اسمنت بس المستوردة، هتبقى برضو حجمها مرتفع الى حد كبير. ان انا الطول بتاع الهاند بار بيوصل لحوالي 50 سنتي تقريبا، بس فيهم ميزة قوية جدا وهي السعر. انا النهاردة عشان اخد 15 كيلو فك وتركيب من الموديل المصري اللي هي البلاستيك اسمنت، مش هدفع اي ارقام مقارنة بالحديد النيكل اللي فوق. انا هسيب لكم لينك في الاسعار، ممكن اللي تبقى اغلى منها شوية البلاستيك اسمنت المستوردة. طيب ايه الوسط ما بين الاتنين؟ الوسط ما بين الاتنين الحديد اللي هو ماكسي بي في سي او الماكسي رابر، ده هيكون متوسط ما بين الاتنين. طب ايه الاغلى سعر وليه هو اغلى سعر؟ الاغلى سعر فيهم هو الحديد 100% اللي مش واخد اي كسوة من بره، اللي واخد نيكل او اللي واخد الكتروستاتيك اسود زي كده. ده اكثرهم لان هو اصغرهم حجما، فكل ما كان حجمه اصغر كل ما كان الاستخدام بتاعه اريح جوه التمرين، بيخليك تقدر توصل لاخر العضلة اكتر بشكل تقدر تجيب اخر الزاوية بتاعتك من غير ما تتعب خالص. كل الدمبلز اللي محطوطة قدامكم دي هي وزنها ثابت حوالي 15 كيلو تقريبا. هحطهم لكم دلوقتي على الارض علشان تبقوا متخيلين فرق الحجم ما بينهم. ده كده فرق توضيحي ما بينهم وما بين بعض في الحجم، كلهم تقريبا نفس الميزان. خلينا نروح لاخر دمبل واللي هي بتبقى اصغرهم حجما، اللي هي الدمبل السداسي المتعارف عليها اللي بتكون موجودة في 99% من الجيمات في مصر. الدمبل السداسي دي 12.5، الدمبل السداسي دي 10 كيلو. الدمبل النيكل دي حجمها اصغر تقريبا من 10 كيلو كما هو موضح امامكم في الفيديو. طيب نيجي نشوف الدمبل الفك وتركيب التانية النيكل اللي هي بتكون مستوردة. طارتها بتبقى اكبر شوية بالمنظر ده، فممكن تسبب ازعاج للعملاء، بس في نفس الوقت دي بتبقى ميزة كويسة ان العميل يقدر يحمل اوزان اكتر جوه الهاند بار. فالهاند بار ممكن يشيل اكتر من 15 كيلو، في شنط مستوردة بتوصل ل 20 كيلو. نيجي للحديد النيكل المصنع محلي اللي مش متعاير، يعني الحديد النيكل ده متعاير، الطارة بتاعته كيلو 200 جرام بالظبط على الميزان. الحديد النيكل ده مش متعاير، الطارات بتاعته بتوصل لحد 10 كيلو. احنا بنبيعه بالوزن، فزي ما احنا شايفين بيبقى الطارة حجمها اكبر، بس العميل بيقدر يشيل لحد 50 كيلو على الهاند بار. عندنا بعد كده الهاند بار اللي هو بيكون حديد ماكسي بي في سي. عندنا بعد كده الطارات الاولمبي سواء المصري اللي هناك او المستوردة اللي جنبنا. لو احنا عندنا طارات اولمبي في البيت نقدر نشتري لها هاند بار ونحولها لدمبل جوه المنزل، بس هيكون الدايرة او القطر بتاع الدمبل كبير شوية. نيجي مؤخرا او اخيرا في الدمبل البلاستيك اسمنت، وهي اضخمهم حجما بس افضلهم سعرا. انت فعلا مش هتعدي 1000 جنيه وهتلاقي نفسك دفعت رقم قليل جدا وجبت دمبل في البيت وبدأت تمرين. ده كده توضيح سريع لفرق الاوزان او فرق الاحجام ما بينهم. وطبعا اللي عارف اسيليت هوم عارف ان احنا بنشتغل في المنتجات اللي بنصنعها محلي او في المنتجات بتاعه الشركات الاخرى، ودايما بنشوف العميل بيحتاج ايه علشان نقدر نساعده ونعمل له احسن منتج بيدور عليه. عشان كده صممنا له الدمبل الفك وتركيب الاسيليت هوم الطارات الاسيليت هوم المتعايرة كيلو و200 جرام. حلينا مشكلة الوزن ان هي متعايرة، وكمان عملنا الدمبل تبقى حديد 100% مش واخدة اي كسوة، هي حديد 100% في حجمها صغير جدا. وكمان عملنا الهاند بار ان هو يستحمل معانا حوالي 15 كيلو، فنقدر ان احنا نبدأ يمين وشمال 15 كيلو. وده الوزن الدارج اللي احنا لاحظنا فيه في الماركت، ان اغلب العملاء او 90% من العملاء بيحاولوا يشتروه في المنزل، لان هو بيديهم التدريجة المتناسبة معاهم من اول 4 كيلو لحد 15 كيلو. كل تشكيلة الدمبلز عموما متوفرة عندنا عشان نرضي كل الاذواق. طبعا انا
لازم اكد على ان الدمبل الاسيليت هوم الوحيد اللي عليه ضمان بيوصل لسنة. شرفونا ان شاء الله في اسيليت هوم، تجربوا المنتجات بنفسكم او تقدروا تطلبوا الاوردر اونلاين.